يشهد العالم اليوم تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوة، حيث عاد سباق التسلح بقوة إلى الواجهة، مدفوعا بتصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية. وفي خضم هذه التحولات، يبرز المغرب كفاعل إقليمي صاعد، يرسخ حضوره العسكري بخطى ثابتة، مقابل تراجع لافت للجزائر، التي لطالما اعتبرت أحد أبرز الأقطاب العسكرية في شمال إفريقيا. وفق تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في الفترة ما بين 2021 و 2025 تمكن المغرب من الصعود إلى المرتبة 28 عالميا ضمن كبار مستوردي السلاح، مستحوذا على 1% من إجمالي الواردات العالمية، مسجلا زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة السابقة 2016-2020. هذا التقدم ليس مجرد رقم، بل يعكس تحولا استراتيجيا واضحا في السياسة الدفاعية للمملكة، التي تراهن على تحديث جيشها تكنولوجيا ونوعيا، وليس فقط من حيث الحجم. هذا التوجه يأتي في سياق إقليمي معقد، خاصة مع تصاعد التهديدات في منطقة الساحل، حيث تتنامى الجماعات المسلحة وتتكرر الانقلابات العسكرية. في ظل هذه البيئة غير المستقرة، يبدو أن المغرب اختار تسريع وتيرة تطوير قدراته الدفاعية، مع تنويع شركائه والانفتاح على مصادر تسليح متعددة، أبرزها الولايات المتحدة 60%، تليها إسرائيل 24%، ثم فرنسا 10%. هذا التوجه يعكس اندماجا متزايدا في المنظومة العسكرية الغربية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الطيران والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية. في المقابل، سجلت الجزائر تراجعا حدا، حيث حلت في المرتبة 33 عالميا بحصة لا تتجاوز 0.9% مع انخفاض كبير بلغ 78%. ورغم أن هذا التراجع قد يبدو جذريا، إلا أن تفسيره ليس بسيطا، إذ قد يرتبط بإعادة ترتيب الأولويات الداخلية، أو بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات السلاح، خاصة أن روسيا تعد أحد أبرز مزودي الجزائر. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأرقام، نظرا لارتفاع مستوى السرية الذي يحيط ببعض صفقات التسلح، ما يعني أن الصورة قد لا تكون كاملة. ومع ذلك، يظل الفارق واضحا في توجهات البلدين، حيث تستمر الجزائر في الاعتماد على شركائها التقليديين مثل روسيا 39%، الصين 27%، وألمانيا 18%، ما يعكس ارتباطها بمنظومة تسليح شرقية تواجه تحديات متزايدة في ظل العقوبات والتقلبات العالمية. على المستوى القاري، تكشف البيانات عن مفارقة مثيرة. رغم تراجع واردات السلاح في إفريقيا بنسبة 41%، فإن شمال إفريقيا تظل استثناء، حيث يستمر التنافس العسكري بين المغرب والجزائر بوتيرة ملحوظة، في ظل تداخل الأبعاد الأمنية والسياسية والجيوسياسية. أما عالمياً، فقد ارتفع حجم نقل الأسلحة بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة، مع تصدر أوكرانيا قائمة أكبر المستوردين بسبب الحرب مع روسيا، تليها الهند، السعودية، قطر، وباكستان. هذه الأرقام تعكس بوضوح أن العالم دخل مرحلة جديدة، تتراجع فيها أولويات العولمة الاقتصادية لصالح منطق القوة الصلبة. في هذا السياق، يبدو أن المغرب يتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانته كقوة إقليمية صاعدة، عبر تحديث جيشه وتوسيع شراكاته الدفاعية. في المقابل، يطرح تراجع الجزائر تساؤلات حول تحولات أعمق في استراتيجيتها العسكرية. في النهاية، ما تكشفه هذه الأرقام لا يتعلق فقط بترتيب دول في قائمة مستورد السلاح، بل يعكس إعادة تشكيل حقيقي لموازين القوة في شمال إفريقيا، في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو عدم اليقين، حيث تصبح القوة العسكرية أحد أهم أدوات النفوذ والبقاء.